عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا لسه هنا مكملين سلسلة المعجنات للمدارس، لان انا مش بعمل فيديوهات المعجنات والحاجات دي قبل المدارس بفترة، انا بعملها وقت المدارس، وقت ما انا هستخدم العجينة، وقت ما انا عايزة السندوتشات او عايزة العجينة دي انا بستخدمها، فعشان كده انا بصورها في وقت المدارس، لان انا كل يوم بعمل الحاجة في البيت، ما بشتريش حاجة من بره والحمد لله. تمام. فانا خلاص العجينه دي انا اعتمدتها عندي، لانها طلعت ناجحه معايا وطلعت طعمها حلو جدا جدا. تنفع فينو، تنفع مع بتاع ده بيتزا، تنفع كرواسو، تنفع باتيه، تنفع مولتو. بجد طعمها حلو قوي قوي قوي، هتعجبكم ان شاء الله. النهارده احنا هنعملها كرواسو زي اللي بيبقى في الفرن بالظبط، وبيعجب الاولاد وبيشد الاولاد. هنعمله زيه بالظبط وهتعجبكم جدا، والعجينه سهله. انا عامله العجينه دي في الفيديو اللي عدى، بجد طعمها حلو قوي وهيعجبكم ان شاء الله. ايه المقادير بتاعت العجينه اللي انت بتقولي عليها حلوه وعجيبه دي وعبقريه؟ 6 كوبايات دي، كوبايه لبن، بضايه واحده، معلقه خل، معلقتين سكر، معلقه خميره، نص معلقه بيكنج باودر صغيره، وانا حاطه رشه ملح على الدقيق. بجد العجينه دي حلوه قوي قوي وهتعجبكم. تفريل الماده الدهنيه يا ام محمد، الماده الدهنيه انا بحطهاش دلوقتي. الماده الدهنيه لما باجي افرد العجينه بحط الماده الدهنيه بس بعد ما اعجن، بحط معلقه زيت واحده بس على وش العجينه عشان خاطر ما تنشفش لما تخمر. تمام. انا هعجن العجينه دي، بصوا قدامكم كمان اهو. انا هحط بسم الله، هحط المواد الجافه اهي مع بعض في الدقيق. انا نخله الدقيق، لازم تنخلوا الدقيق يا جماعه، احنا في الصيف لازم الدقيق يتنخل كويس مره واتنين وتلاته عشان نتاكد ان هو ما فيهوش اي حاجه خالص. تمام اهو. تمام. هحط البضايه بسم الله. طالما حطيت البضايه هحط على طول بسم الله معلقه الخل واقلب. لازم ادوب البضايه دي في قلب الدقيق كده. تمام. وبعد كده بسم الله هحط كوبايه اللبن الدافيه، وهشوف هحتاج ميه قد ايه، ولو في لبن تاني هزود لبن، مفيش لبن خلاص هنكمل بالميه، مفيش اي مشكله. تمام. بس اللبن الصراحه في المعجنات بيدي طعم حلو قوي. انا هعجن العجينه وارجع لكم تاني ونشوف هنشكل معانا الكرواسو بتاعنا الجميل الحلو اللي هيعجبكم ان شاء الله. بس ما تنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. العجينه بتاعتي خمرت اهي وجاهزه ان احنا نشكلها، ونسيبها كمان ترتاح 10 دقايق عشان خاطر نعرف نفردها كويس، العجينه مترجعش تاني ما تلمش معانا. تمام. لازم نخرج الهواء كده الاول. انا زي ما قلت لكم انا حطيت بس معلقه الزيت على الوش، لكن العجينه لسه هحط فيها ماده دهنيه. تمام اهي. بصوا العجينه عامله ازاي، ناعمه وحلوه قوي وطريه مش ناشفه. بجد العجينه حلوه قوي. تمام. حسب انت المكان اللي عندك اللي هتقدري تقطعي فيه العجينه وهتشكليها، هتقطعي حجم الكوره بتاعتك. يعني انا كده بالنسبه لي الكوره كويسه، او ممكن اخد كمان حته اكبرها شويه اهو بالشكل ده. كبريها كده على قد الرخامه اللي عندك اللي انت بتقطعي عليها وبتشكلي عليها اهي بالشكل ده. انا حاطه طبق اهو في رشه دقيق عشان خاطر برضو اسيبها ترتاح 10 دقايق اهو. يعتبر كده انا قسمت العجينه ال6 كوبايات على 3 قطع اهو. هنسيبها برضو ترتاح 10 دقايق، وبعد كده نرجع نشكل الكرواسو بتاعنا. وكمان لو انت حابه ان انت تعمليه فينو تنفع العجينه دي، لو حابه ان انت تعمليه مولتو هتنفع، حابه ان انت تعمليها بيتزا هتزودي رشه زعتر، وهتبقى معاكي عجينه بيتزا طريه جدا وحلوه قوي وهتعجبكم بالشكل ده. هسيبها ترتاح 10 دقايق ونرجع نشكلها مع بعض. بعد ما العجينه ارتاحت، بعد ما قطعناها كده 10 دقايق، بصوا هي بتخمر بالشكل ده تاني. لما بتيجي ترتاح بتخمر بالشكل ده. تمام. لازم نسيبها 10 دقايق عشان لما تيجي تفردي العجينه ما تلمش معاكي. تمام. بصوا انا فردتها اهي اهي بالشكل ده كده مربعه كده. تمام. هنبتدي نقطعها بالسكينه مثلثات. تمام اهي كده، واحده جايه كده
عايزه بس اخليهم كلهم مقاس واحد كده. لو عندك القطاعه بتاعت البيتزا تمام قطعي بيها، هتقطع معاكي بسرعه واحسن كمان بالسكين اهي كده كده. كده بالشكل ده تمام. دي طبعا اخر واحده مش هتنفع، مش طالعه مثلث تمام، لازم تتقطع بالشكل ده التقطيعه دي عشان تبقى تديكي شكل الكرواسون. احنا ما حطيناش ماده دهنيه غير هي معلقه الزيت تمام. دي زبده، دي زبده تمام، انا مسيحاها يا دوبك بس فكت بس تمام. هبتدي احط كده بصوا حته صغنطوطه خالص هنا كده، طعم الكرواسون بتاعنا واديله طعم حلو كده. ما تجيبش لحد الطرف عشان خاطر العجينه تلزق اهي، يا دوبك حته صغيره يعني ربع معلقه صغيره خالص اهي كده. حابه بقى ان انت تحطي حشو حطي، يعني في حشوه انا بعملها ساعات في الكرواسون بجيب كاكاو وعليه سكر بجد طعمها بيبقى حلو قوي لو مفيش شوكولاته عندك تمام اهي بالشكل ده. هنلف ازاي؟ نلف اللفه العاديه بتاعتنا خالص اهي كده، مفيش اسهل منها اهي على بعض كده اهي من بايد واحده عشان تبان اهي. نحطها كده، المفروض ان في صينيه مدهونه هنحطها فيها تمام اهي. هنجيب من اول هنا كده اهي بالشكل ده. الشكل عامل ازاي كده اهي. الطرف ده هتضغطي عليه عشان خاطر ما يفكش تمام اهو. واحده كمان انتي بقى تقدري تتحكمي ان انتي عايزاها كبيره صغيره زي ما تحبي. الطرف اهو ضغطنا عليه عشان خاطر ما تفكش بالشكل ده. هنعمل الكميه كلها بالطريقه دي والعجينه بتاعتنا بالطريقه دي اهي تمام اهو كده اهي. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله تمام. خلاص بعد ما شكلناها لازم ترتاح كمان ربع ساعة تلت ساعة عشان خاطر نقدر ندخلها الفرن وتستوي معانا ونشوف بعد كده هنعمل مع بعض ايه. بتاعه بعد ما استوى بصوا بصوا طري جدا ازاي بصوا التسوية بتاعته حلوة قوي ومظبوطة. ليه؟ لان احنا دهنا الوش لبن بصوا اهي. ممكن كمان يبقى افتح من كده اهو بصوا بجد حلوة قوي. ادهني الوش لبن، ما عندكيش لبن هترشي رشة مية بسكر وتدخليه الفرن هيطلع معاكي برضو حلو. بصوا كله زي بعض تمام. كنت كمان عاملة قطع صغيرة بصوا اهي حلوة قوي. طب انتي هتسيبيه كده يا ام محمد؟ لا مش هسيبه كده، انا هغلفه بشوكولاتة زي اللي بنجيبه من الفرن بالظبط تمام اهو بصوا تمام اهو كله بالشكل ده. هغلفه بالشوكولاتة ونرجع تاني نشوفه مع بعض. استطاعت ان تقوم بالتزامن باجتياز السياد الحدودي اللي اسرائيل كانت عامله سياد 9 متر تحت الارض من الخرسانه. بصوا انا حطيت عليه شوكولاته بس الشوكولاته كانت سايحه شويه تمام، فانا هحطه في التلاجة عشان الشوكولاته تمسك فيه. وخلاص كده الفيديو بتاعي خلص. متنسينيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. طبعا مش هي دي الكميه، في كميه تاني من 6 كوبايات دقيق بيعمل لنا كميات حلوه قوي غير الكمان اللي اتاكل. بصوا
انا حاطه من فوق كده فول سوداني، بيدي طعم حلو قوي مع الشوكولاته على فكره. انا مش حاطه شوكولاته كتير، يا دوبك هنا حاجه بسيطه عشان بس الهايبره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.